اتصل أبوها مثل ما تصف لنا بزوج أخته الذي هو عبد الغني، قال له تعال خذ البنت علا خلها عندك بالعامرين تخدمك، بيعه تصرف به، المهم لا عادش ما صورته. عبد الغني سوى إعلان بعدما اشتغلت عنده شغلة شغل شاقة وضرب وهيانه وجوع ووجع إلى آخر القصة طويلة وعريضة. فالإعلان وسده محمد عبد الجليل على أنه يستعقد به، وأخذه وسار إلى صنعاء. جابوا شهود زور بأن عمره 19 سنة مثل ما تقول لي، وجابوا له ورقة العقد بصمت بينه، وروح محمد عبد الجليل وهو متزوج وله بنات وأولاد. فروح جلست عنده ما أدري 4 شهور 6 شهور، أنا ما دققت في القضية. وسامة سؤال عذاب، أشغال شاقة وهي في حالتها هذه الذي يرثى لها الجبين. وطشت منهم بعدما سمعت أنه مهددة بالغرق أو سكع بين نضاحه، ما درت أين تروح. قالت إن اتجهت عند عمتها وزوجه بيردوها لعند عمتها وأبوها أو يقضوا عليها، يعني الثلاثة الجهات. أين تولى وين تصير؟ قالت أنا بوجهك وبأرضك، تقدر تحمني وتنقني، قل لا في عيوني، لو عدمك روحي من سبه أنا وزوجتي وكدت بزوجتي، وصرنا أدينا المديرية وفعلنا له استلام به، وصرنا للجبن وفعلنا استلام لإدارة البحث به، فعلوا لي استلام ولكن لم يعطوني يعني لا صورة الملف ولا صورة الأوليات ولا شيء، لأني يعني أنا لا أعرف القانون ولا الشرع ولا أعرف ما هي المادة التي صح وما هي الغلط. وأرجو من جميع الشرفاء في اليمن الذي هم يعني بيدهم الأمر والحكم أن ينصروا قضية هذه الطفلة، وأن يكون لهم بصمة يعني مقدمة إلى آخرتهم بنصرته وجلب يعني جميع هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم والاقتصاص منهم. وهي لا رب العالمين سيكتفي أهل الخير إذا عد في قلوب الناس شفقة ورحمة أن يتعاطفوا معه، الذي يكتفل بعلاج عينه الذي قد فطسوها، والثانية مع بالله شيء بسيط، والحروق والذي في جسمه، والذي قد تبضع، وإيديه الذي قد تكسرين وملوقات، والحقاق حق الأعظام من خلفه، وكل ما تشوه في جسمه وجسده شاء اكتفى له رب العالمين. لك عاد ما إن عد ضربتك ما كانت تعمل بك عمتك؟ تحرقك بمهن؟ تحميها فوق النار وتحرقك؟ أين حرقتك؟ من ظهري وبين يدي. بحرقها أنا بين ظهرك وبين بطنك تحرقك؟ وش تقول لك؟ بين بطني تمسك لي اللي بالقدي ويدي تضربني. تدعس هي كلها تدعس هنا في بطنك؟ وش تقول لك؟ أنا حالقة. ليش تعمل بك هكذا ليش؟ أنا مش لا أغدى أخوتي ولا ندفهم. عشان انت تغديهم تدفيهم انت. هذا حرق. من حرقك؟ كل هذا حرق، هذا كله انحراق. بايش حرقتك؟ مانح. مانح. بمفاير فورت النحو. وهذا شو؟ هذا حرقتني. حرق هذا. وهذا؟ هذا بالسكين. بالسكين. وهذا؟ هذا حرق. هي كلها عمتك. هذا الحرق يعني كل يوم تحرقك وتضربك واصل. وابوك ايش كلها؟ هذا شو؟ بالسكين ولا بالملعقة؟ بالملعقة. يا الله. شو شيء دنيك معول هنا. كيف معول في الجيب؟ ودنيك هذه ما لها؟ تقعوضها قعض أكل. لا إله إلا الله. حسبنا الله. هذا قعض كلهن. شوف أسنانها. أيوة قديش شفتها. وش تقول لك عمتك؟ أنا أعالجش. يعني تقعوضك تقول لك أنا أعالجك. إن شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بين رجلك شيء يا بنتي. وأنت عندنا دكتور نصلح لك عينك هذه. عندنا كلام الدكتور. يا سلام. رد الكلام حقه. عينك هذه الآن يني تشوفي هذه الآن عينك تشوفي بها لا؟ أمضيها أمضي. تشوفيني؟
ما بتشوفيش؟ من ضربك على عينك؟ عمتي. عمتك من؟ عمتي مرت أهلي. مرت أبوك؟ طيب هذا العين أنت تشوفي بها ولا لا؟ هذا تشوفي؟ سنتك هذه قاعي. أين سن هذا من كسره؟ عمتي. عمتك من؟ مرت أهلي. كسرتان هي وفقعت لك عينك هي. وش تقول لك؟ نك عالجش. تضربك وتقول لك أنا فعالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص الحين سيري معي بعد ارجع سيري من عند الدكتور. أنا هذا ما هو ما عملت بك عمتك؟ رجمت لي أول ما قتل ما ورى من قبل. يعني ضربت بك ضربة هكذا. أنا أشوفها أنا بوطعنة هذه ما هي هذه. رزع لي عرض الربح. هذا رزعت بك عرض الربح. الجدار يعني. وأبوك كان يدري ولا ما يدري ايش أبوك؟ وأبي وكسر لي يدي. أبوك كسر لك يدك. كان معك إخوان ولا ما مش معك إخوان؟ معي أخوان لكن ما درى عليهم. أنا قريت له بواحد وبالربح. كيف مش انت داري انه معك خوات. ماتت كثرة عمتي. كم كان يساعدك الأكبر؟ أصغر. صار منك كيف عملت به؟ ما قال إلا على ما تدراني ما صدق الله. يعني عم علي أخوك اللي قال لك قتلت عمتك وما تيجي دار دحين بخير إلا ميت مع الشيء بصرك ولا وجدك ولا شيء. والثاني طيب لما جيك من صنعاء وبزك عبد الغني ودك لأبي العامري ايش اللي ودك لعرزه؟ عبد الغني قام يبايع عليهم مشاهدين. بايع بك عبد الغني قال من اشتيها. ايوه وبعدين؟ قالوا بزني على صنعاء ومن بعد عمتي عملت اثنين مصارع قالوا أرداني الذاكرة. يعني ضربتك عمتك وعملتك 2 ملاطم وقد ترد لك الذاكره. وبعده؟ من بعد مدري لا انسالوا ورجعوا سالوا بصموا بي مسكوا لي بيدي وطلعوا لي عرض مدتهم لا بالورقة. بصمك بالورقه. ما هي نقل بصمك يعني عقد زواج الا بيع. ما دراني. ما انتش داري بحاجه. وبعد ما بصمك بالورقه؟ سافر طوالي لا بيع. لا انا لا عرزه. العملي لا بالعمري لا عرزه. لا عرض. لا عرزه لعند من؟ لا عند محمد أبو جليل. محمد عبد الجليل. طيب محمد عبد الجليل كيف عاملك؟ أنا جلست 3 أيام مش يضربني. رجع اليوم الرابع كان يضربني هو وعياله. يخرجوني سردهم معود لوحدي. هكذا بدون ما عملت اي حاجه؟ وتصيري تعودي وتقهمي بين النياح وما يقولوا لك؟ لا وقفت هم يضربوني. يعني ما بدك تشتغلي واذا سنبك لو وقف ولا تعبك يضربك على طول. وش كانوا ياكلوك؟ ما أكلوني غدا إلا نص بالليل. لا عاد المرأة هذه كانت لي خلوني يسافروا تأكلني خلوني أكل وأنا شابة. مرته. وبعدين كيف لما خرج من عند عبد هذا صاحب عرزه؟ بالصبح سرقوا على مع البنات وكهربوا. أقول كل بنات أنا شمان عليا. أنا أقول كل بنات شدران أنا كهرب ودان هدر لأبوهم. وأنا روحكم معها للشلة الثانية قالت لي يلا بزيلش مناصب بصرش علامي. أنا سافر قال لي تعمل على ما تروح كل القلم بعضي وهرب. ولا نهرك؟ سافر قال لي عرض قل لكن كنت زحلق على العامرة قلوا هم يضربوني. أنا قزع قال لي شقاق. هكذا منو قدك؟ قزع قال كذا كاو كان بقى بنات وكل حاجة وأنا وحدي. ترجع وحدي. رجعوا هم يقولوا بنت قالت لي بنتي من انت يا بنت وانا بكا وانا سافر. قعدت تقول لي انت سيري دحين وبعد كذا لكن بقت متقاوع بعد كذا لكن ده وكذا انا بنت انا قاوعت غديت تصبحيني عندكم قالت انت سيري دحين وكل ما هارب عمتي يضربني كلهم يضربوني انا هارب دحين من هناك هارب لي يصير لي اي متني. قالت لما حد وقدش ولا حد بزيش عند التاجي عندنا قلت لها ايه قعدت قالت يلا تعالوا نكسر اصبحش. اصطبحكوا عندهم بعد رجعنا صبرني. البنات